Yani kaken akhbarna. بسم الله الرحمن الرحيم. تم اليوم بسم الله الرحمن الرحيم تم اليوم عقد الاجتماع المهم بين الحقيقة قيادة العمليات المشتركة وحرس الإقليم وممثلة بالبيشمركة. وهذا الاجتماع كان مهم جدا لتقريب وجهات النظر للتنسيق في كافة المجالات. وأصدرت قيادة العمليات المشتركة بيان بهذا الخصوص بيّنت فيه حجم التعاون والتنسيق العالي فيما بيننا وبين حرس الإقليم. هذه خطوة مهمة في محاربة الإرهاب، خطوة مهمة في الحقيقة سد الثغرات اللي موجودة بين القطاعات، وأيضا قطع حالات الإمداد التي قد تأتي أو قد يستغلها الإرهابيين من خلال عدم تواجد قطاعات في مكانات محددة، وأيضا استمرار التنسيق والعمل المشترك فيما بيننا وبين حرس الإقليم. ما هي أبرز المناطق اللي اتفقتوا على لم توجد مناطق، وإنما تم التنسيق على العمل وإدامة الاتصال، وكذلك أيضا محاربة الإرهاب وكثير من الأمور المهمة اللي بالتأكيد هي مهمة للجانبين. هل ستلي ذلك اجتماعات أخرى؟ الاجتماعات مستمرة فيما بيننا وبين الإقليم. الاجتماعات هذه ضرورية ومهمة وصحية لإدامة العمل، وكذلك لمنع أي حالة من استغلالها من قبل الإرهابيين. وبالتأكيد داعش لا زال يمثل خطورة على العراق، وداعش يحتاج أن الحقيقة تتضافر كل الجهود سواء حرس الإقليم أو الحكومة الاتحادية من أجل محاربته. وهذه خطوة مهمة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي اللي بدأ يستغل بعض المناطق خصوصا بيننا وبين الإقليم من أجل القيام بعمليات إرهابية بهذا المجال.